السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ كيف أخباركم؟ إن شاء الله تكون بألف صحة وعافية. اليوم ستقولون أين البيت يا ليل؟ أين هو البيت؟ ما هو البيت؟ تقولون هل غيرت الديكور؟ لا، لم أغير الديكور، بل غيرت مكان البيت. تقولون أليس هذا المكان التشعبي الخاص بك؟ نعم، لكن انفجر بيتي القديم بسبب الكمبيوتر اللعين. كان هنا مكان البيت. ستقولون كان هنا مكان البيت. نعم. تقولون أين المزرعة؟ المزرعة التي ظهرت في أول مقطع. أعد الفيديو وشاهد المزرعة وتأمل في المزرعة، سترون كرافتنج تيبل أول ما تنزلون. ستقولون لماذا وضعت الكرافتنج تيبل هناك برغم أن لديك كرافتنج تيبل معك؟ لا مشكلة. أين تقولون من أين جئت بستاك كونتن أب مطورة والأدوات الدايموند والدروع الدايموند؟ بعد انفجار البيت قلت لن أقف ساكنا. جمعت بعض الدايموند. بعد أن جمعت الآيرون أين دروع الدايموند؟ أعطيتها لأخي الذي دخل معي مالتي بلاير لبناء بيت في التشعب الخاص بي. أين هو أخوك؟ فلن ترينا إياه. خرج من هنا مع الأغراض. قل ماذا تبني الآن؟ بالطبع لن أبني غرفة بيتي هذا كله لوحدي. بالطبع يجب علي أن أحضر مساعدين من سيبني البيت معي. أحضرت أخي الذي عرضت عليه الفكرة فوافق بدون أي تردد. يا رب، اللهم إنا توكلنا عليك. وبدأت الإصلاحات. أول شيء، كل ذلك الكهف الذي رأيته في أول الحلقة تغير تماما. ستقولون ماذا تبني أنت الآن؟ أنا أقول غرفة نومي. لماذا أنقل غرفة نومي؟ تقولون هل فعلتم هذا في الكرياتيف؟ لا، كل هذا في السرفايفل. كله في السرفايفل، يعني تجميع موارد السرفايفل، كله في السرفايفل. ستقولون من أين جاء الدايموند؟ أخبرتكم أني جمعتهم في أول الحلقة. التطويرات من أين؟ طلبنا إحداثيات قرية ذهبنا إلى بيوت الحدادين. جمعنا التطويرات. تبقى كتاب تطوير برودكشن ايدي. نسيت أن أحضر بعض الأخشاب. تقولون من أين استاك البيض؟ أخذته من الكليات كي أتدرب وأختبر قدرات السيف. وقبل أن أحول إلى سيرفايفل نسيته معي. يجب علي أن سأفعل السرير هنا مؤقت. صباح الخير. دعنا نرتب غرفة الماء. سنشبع بعض الماء على الزينة أن لا يأتي كذب، لأنه سوف يفعل. دعنا أريكم قدرات السيف. مشوي. يقولون لماذا كنت سأضع تطوير هذه على البو، لكن سأضع انفينيتي على البو. إذا
إذا بقيت متذكرا أحداثيات القرية حتى الآن. نذهب الزمان خشب كافي. سمعت قطعتين فقط، يعني من أحمق. أنا أحمق، حرفيا أحمق. سأذهب قليلا بعد. والآن عدنا، ولكن ما زلنا في نفس المكان، ولم نجمع الخشب حتى الآن. آسف، شغلت ببعض الإنجازات. أنا نجمع هذه الشجرة عندما تسقط. تعرفون هذه المقولة: اسقط وأخذ، اسقط وأخذ، اسقط وأخذ. هذه المقولة تقال لي تقال لشجرة المثل: فلتسقطي وفلنأخذ. نضع بعض الكتاب والباقي يذهب إلى التحليل. رائع. دعنا ننزع الطرز الذي هنا. تسألوني من أين أخذت البلوستون؟ بنى أخي بوابة النذر، سمعنا البلوستون بالنذر وعلي. وسأريد البلوستون الذي في الأعلى. سوف أفرش الغرفة هنا. أنا السيد هنا. اصعد أيها المغفل. سأغير مكان الأنفل أيضا سرقناها من القرية. أتذكر أن لدي أدراج. دعنا نصنع غرفة جلوس. هكذا غرفة جلوس. شفت يضغط. أنا لدي مشكلة مع الشفت. لدي مشكلة كبيرة مع الشفت، حرفيا مشكلة لن تحل أبدا. حتى في قناتي القديمة أخبرت المتابعين القدامى أن لدي مشكلة مع الشفت لن تحل أبدا. أنا أريكم جلوستون. إنه هناك جلوستون. لقد أسقطت سابلينج. أظن أن هناك شيئا ما خطأ. هكذا تعمر المكان بالأشجار. أحب هذا النظم ماينكرافت. لعبة الجميع يعشق لعبة ماينكرافت. أريد. أنا لا أمتلك شيئا. لا أمتلك بلوكات إنجليزية. كيف نصنع ستون بريك؟
أخي هو صنع البلاط، لكن لا أعرف كيف يتم ستون البريك. يجب علي الذهاب وسأسأله لحظة وأعود. بعد صناعة 64 حبة ستون البريك. ستسألوني كيف صنعتها؟ تعرف في ماينكرافت هو من يعرف يصنع بوم قصف الشبهات. دعنا نفعل هذا فقط. تلاحظون أنني أسميت جميع الأدوات الخاصة ببليز. انظر، هذا بليز أكس، بليز سورد، بليز بيكس، بليز أكس، كلها بليز. أنا ما أوفق بهذا الاسم. حاولوا أيضا أن تعجبوا بي. قوم بقصف جبهات لنفسي. أنا أقصف نفسي دوما. لا أذكر مرة في حياتي ولم أقصف فيها نفسي. مرة أردت أن أقصف صديقي، قال لي أنا لا أفهم أي كلمة منك. أردت أن أقول له لأنك لا لأن الكلاب لا تفهم لغة البشر. فقمت وقلت لأن البشر لا تفهم لغة الكلاب، وقلت بوم قص الجبهات. بدأ يصرخ وهو يضحك. قلت له ما بك؟ قال لي الكلاب لا تفهم لغة البشر. قال لي البشر لا تفهم لغة الكلاب لأنك كلب. عدت لأبي أبكي. قلت له صديقي قال لي أخبرني أبي، سألني ماذا حصل لكم. أخبرته ما صار وأخبرته ما قلت له، فقال لي حرفيا الكلاب لا تفهم لغة البشر. فقصف أبي نفسه لأنني ابنه. قلت له بوم قصف الجبهات. قال لي لماذا قلت ذلك؟ قلت له ألا تعرف يا أبي أنني ابنك؟ بوم قصف الجبهات. فمسك الحزام، وتعرفون ماذا يحصل عندما يمسك الآباء أحزمتهم. لن أتكلم كي لا يحاسبني اليوتيوب بالكوبي رايت. دعنا نتكلم أحسن. خبرني بعضكم أن الأنفل تسقط حين نضعها فوق وحين نضعها عالي. سنرى ماذا سيحدث لو كنا نحن تحت الأنفل. هذا حرفيا أغبى شيء أقوله في حياتي. سوف دنجا بسيطا. لا تجربوها في ماينكرافت الحقيقي، لأن هذه نسخة كرافت اسمان وليس ماينكرافت. لماذا أنا أحمق؟ دعنا ننتظر قليلا من الويت لكي ينمو ونكمل صناعة الخبز. أريد دمج شيء. سأصنع شيئا وأحاول دمجه. دعنا ننتظر. أعتقد أن القرية كانت من هنا. دعنا آمل أن لا أنسى مكان البيت. أتذكر أن كان مكان سبون الخاص بي كان هنا. أريد تجميل البيت قليلا. أنا
أمتلك بعضا من الكوبلستون هنا، صحيح؟ أوه يالي من أحمق، حرفيا أنا أحمق. أمتلك بكاكس وسوف أكسر بالأكس. قافية تقريبا. بلوكة هكذا وبلوكة هكذا، بلوكة هكذا وبلوكة هكذا، بلوكة هكذا. ما رأيك في التصميم؟ سوف لن نحتاج إلى هذا الدرج بعد الآن. لا، ليس هيك. وبالخلاف يكاد الكوبلستون أن ينتهي. أظن أنني سأضطر إلى تجميع البعض. سأحفر هنا. نصد هنا وهنا وهنا وهنا. ومن هنا نصنع بعض التضاريس. رأيتم كمية البراعة تقريبا. ونكمل التصميم هكذا. أين هي البلوك؟ يعني نحفر هذا. أنصح الجميع بهذا التصميم. اختاروا أي بلوكة أخرى بخلاف بلوكة الكوبلستون. مع هذه البلوكة سوف يكون التصميم حرفيا إبداعا. وليس بشرطه أن تكون البلوكة انتهى الكوبلستون. ليس بشرطه أن تكون البلوكة هي ستون بريك. لا 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 لا. هكذا أليس تصميما جميلا؟ بلوكة ببلوكة، بلوكة ببلوكة، بلوك ببلوك، بلوك ببلوك. نجمع بعضا من الكوبلستون. بعد تجميع 18 حبة من الكوبلستون أشرفت الشمس على الغروب. أظن أنني أخطأت. سنكمله صباح الغد. أول ليلة ننام، أول ليلة في غرفتنا الجديدة.
نم يا صغيري لا انظر نحو السلام. أنا لا دعنا نكمل التصميم بالصمت تام. أنني لا أتكلم، سأخبط جميع كلمة بالباطل ولن تفهموا مني كلمة. لو تعرفون لهجتي الحقيقية لن يفهمها أحد. إنها اللهجة التونسية. نعم أنا تونسي. شكرا شكرا شكرا. بيضة. الفول يأكل بيضة، قال الطبيب بران. ماذا؟ هل أمتلك؟ أوه نسيت. دعنا نتخلص من هذه. يا الله تعالى تخرج لنا. أين تلك البلوك؟ كتب لك الله عمرا جديدا، ستعيشين كالأشجار. اذهب إلى الجحيم تفو عليك. خنزيرات بس، مخلوقات لعين. تعال إلى هنا يا بابا، تعال إلى بابا. نعم هل تشبع؟ أين تلك اللحمة الطيبة التي سترمي في الزبالة؟ لم تعطينا أي لحم، بل أعطيتنا إكس بي. شكرا. لا، القليل من الاستنشاق. هكذا أصبح التضريب. ما رأيكم في ذلك التضاريس؟ واو، أظن أن الفيديو أشرف على الانتهاء. لا تنسوا زر اللايك والاشتراك بالقناة. شكرا على دعمكم لي وإلى اللقاء.